على يوتيوب اعزائي المشاهدين من هذا الكوكب الكبير، اهلا وسهلا بكم. اليوم يا جماعه مقارنتنا هي عن ايش افضل دجاج مقلي لكن بدون عظم موجود في جده. طبعا دجاج مقلي بدون عظم سواء كان ستريبس او كان تندرز، يعني انا صراحه ما اعرف بالضبط ايش الفرق بين التندرز وبين الستريبس، لكن كذا يعني اراء محنكين انه التندرز هي اسفل الصدر والستريبس هو الصدر بنفسه. فصراحة أنا ما أعرف هل هي معلومة صحيحة أم ليست صحيحة، لكن نحن نريد دجاج مقلي مقرمش لذيذ. لا يعني قلت لذيذ حلو. فبإذن الله نستمتع في الحلقة هذه ونسمع الكثير من القرمشة. فيلا بينا نروح لأول مطعم، يلا بينا. أعزائي المشاهدين فلترحبوا معنا بأول مطعم مشارك واللي هو كريسبر. خلونا نشوف كريسبر ايش جايبين لنا. بسم الله. هذا صحن او البوكس العملاق. شوفوا يا جماعه ده البوكس العملاق اللي جاينا من كريسبر، وجايبين لنا اللي هو مشروب كولا. طب بكم سعره البوكس ده؟ سعره ب 42 ريال، في له 4 قطع ستريبس. بسم الله نفكه. ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا يا جماعه ده البوكس تبع كريسبر، 4 قطع من الدجاجه المقليه المقرمش وهي ستريبس، وجايبين اللي هي البطاطس والخبز، وفي صوصين برضو اللي هو الكولا. صراحة الشكل يشهي. طبعا التقييم هو فقط على الطعم، ولكن احنا برضو نحط في بالنا كل الاعتبارات للسعر وللباكج وللاشياء دي كلها. مبدئيا هو سعره ب 42 ريال على 4 قطع، فيعتبر سعره عالي. شوفوا يا جماعة دي نوعية البطاطس اللي هم جايبينها، عليها كذا شوية بهارات. خلونا نقول بسم الله ونلتهم البطاطس. بسم الله. الله جيدة. احنا يا حبيبي جايين للدجاج المقلي البلا عظم ذا. شوفوا يا جماعه ما شاء الله تبارك الله، دي قطعه الستريبس تبع كريسبر، ما شاء الله تبارك الله كبيره كذا، واضح انه فيها الكثير من القرمشه. طب خلونا نقول بسم الله ونلتهمها. بسم الله. واو يا جماعه ما شاء الله تبارك الله، التغليفه نفسها اللي على قطعة الدجاج تحفة، فيها كمية قرمشة. تعرف انت لما تبي تاكل الستريبس اصلا انت تبغى تنطلب، عارف اللي بغض النظر عن الطعم انه يكون لازم جيد، برضه انت تبغى تحس بالقرمشة حقت التشيكن ستريبس. طبعا انا ماني طالبها سبايسي، لكن فيها كذا لمسة سبايسي خفيفة كذا اللي لا حتى البني ادم اللي ما يحب السبايسي هتعجبه. خلونا يا جماعة نفك الصوصات اللي جايبينها. شوفوا وش الرج كيف. واو الصوص ده مرة جيد، خاصة اللي يحب السبايسي لأنه مرة حار. هتغمسه كذا سلام في الصوص. واو يا جماعة يبغانا نمسك الخبز ده نحط عليه قطعة الدجاج وعليه كذا بطاطس، تمسك صوص السرعة ده كذا. يا سلام يا سلام يا سلام، وتصير معاك هذه اللقمة تقول بسم الله وتلتهمها. بسم الله. صراحة يا جماعة كريسبر أسطوري. تتكلم عن باكج، تتكلم عن طعم، تتكلم عن قرمشة، تتكلم عن بطاطس الدجاج. واو. لكن هل كريسبر هو الفايز معنا بهذه الحلقة؟ هذا ما سنشاهده في باقي المطاعم القادمة. فيلا نروح للمطعم الثاني، يلا بينا. نجي الحين للمطعم الثاني اللي معانا واللي هو مامبو. شوفوا يا جماعة ده الكيس الشفاف تبع مامبو. طب خلونا نشوف جوة الكيس ده، هو كل شيء واضح ولكن خلونا نشوف. أول حاجة جايبينها اللي هو الصوص ده. طبعا الصوص ده أنا مشتريه يعني بريالين، مو جاي مع الوجبة. الوجبة هي 3 قطع تندرز لكن ما فيها صوص، فأنا قلت يعني لا لازم يكون في صوص، فاشتريت ده الصوص ناشف المايو. وجايبين حبتين كاتشب، وجايبين مناديل. صراحة دوبي افتكر انه كريسبر كان ما في المناديل. واخر شيء معانا واللي هو اهم شيء واللي هو البوكس اللي فيه التندرز. شوفوا يا جماعة ده اللي هو البوكس تبع مامبو. طب بكم سعره ده يا احمد؟ سعره ب 22 ريال، فيه له 3 قطع وزايد معاه ريالين، يعني 24 ريال عشان الصوص ده. طب خلينا نفك البوكس حق مامبو ونشوف ايش جوته. بسم الله. يا على التندرز النونو. شوفوا يا جماعه دي قطعه تندرز تبع مامبو. حاسس ان انا باكل هابي ميل. صراحه القطعه صغيره مقارنه بحاجه كريسبر، لكن يعني نتذكر انه كريسبر كان ب 42 ريال، هذا ب 22. نبدا في ايش؟ نبدا في البطاطس. خلينا نقول بسم الله ونتذوق البطاطس. بسم الله. جيده عليها بهارات فتمام. صراحه كان حاجه كريسبر كانت اقوى. طيب خلونا نقول بسم الله ونتذوق اللي هي التشيكن تندرز تبع مامبو.
بسم الله. طب خلونا نفك اللي هو النشف المايو، نحطه كده مع قطعة الدجاج. سلام. بسم الله. الصوصات حقتهم جيدة. قطعة دجاج مع خبز مع بطاطس، تحط عليها الصوص حقهم ده. بسم الله. صراحة مامبو انت بتتكلم عن التشيكن تندرز بطل، قرمشة، طراوة، كل شيء، لكن انا بالنسبة لي كان لازم ينضاف مع الصوص. صراحة بالصوص يطلع مرة تحفة. البهارات هنا والتتبيلة اهدى بكثير من حقت كيسبر، لكن بصفة عامة صراحة جدا جيد. ممكن كمان يبغوا لهم شوية يكبروا. كذا خلصنا ثاني مطعم معنا واللي هو مامبو. يلا نروح للثالث. يلا بينا نجي الحين للمطعم الثالث اللي معانا واللي هو كينز. شوفوا يا جماعة ده الكيس تبع كينز. طبعا يا جماعة كينز يعتبر واحد من اشهر البراندات اللي بتقدم قطع دجاج مقلية بدون عظم موجودة على مستوى العالم. جايبين معاه طبعا اللي هو الكولا. طبعا حاط اللصق مغلفة باحكام لحمايتك. فك اللصق. بالسلام. اول حاجه اللي هي المصاصه تبعت الكولا، كومه مناديل عليها كينز، وطبعا اخر شيء واللي هو اهم شيء واللي هو الصحن اللي فيه الدجاج المقلي. شوفوا يا جماعه مكتوب كينز على البوكس، تفاصيل بسيطه ولكنها جميله، ونتمنى ان الاكله تكون ايضا لذيذه. هنا يا جماعه جايبين 3 قطع دجاج. بكم سعره ده؟ سعره ب 39 ريال. 3 قطع دجاج، يعني انت تتكلم نفس تقريبا مامبو لكن قرب سعر كريسبر، عارف اللي هو 39، يعني تقريبا الزياده اللي حتكون عشان ممكن الكولا والصوص. طب خلونا نفكه ونتعرف عليه اكثر. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. شوفوا يا جماعه ده اللي هو التشيكن فينجرز حق كينز. شوفوا يا جماعه ده حجم الدجاج، يعني صراحه حجم الدجاج يعتبر لا اكبر من حق مامبو. جايبين هنا اللي هو الصوص. طبعا شوفوا يا جماعه دي حبه بطاطس تبع كينز. خلونا نقول بسم الله ونلتهمها. بسم الله. واو جيده والله. بطاطس بسيطة لكن متقدمة بطريقة صح. خلونا نخش في قطعة الدجاج. صراحة ممكن يعني مبدئيا كشكل كذا واضح انه ما فيها فل قرمشة. كذا بتلاقي كذا اللي هو نفس الجلد متقطع في قطعة ثانية، تحسه كذا اصلا حتى الملمس حقه انه لا ما هو اللي انه فل قرمشة كذا. طب خلونا نقول بسم الله ونتذوق اللي هو التشيكن فينجرز حقت كينز. بسم الله. يا جماعة الدجاجة تكاد تكون بلا تتبيلة، عارف اللي هي بس اللهم القطعة اللي برا دي التغليفة بس. خلونا نفك الصوص ونشوف كيف. يا جماعة ده الصوص حق كينز. اوكي نصبه. بسم الله. الصوص خيالي بطل مرة. واو يا الصوص القوي. خلينا ناخذ قطعة الدجاج كذا وعليها بطاطس، عليها كذا صوص. يا سلام يا الصوص البطل. بسم الله. حتى الخبز جيد الصراحة. أقوى شيء في كينز اللي هو الصوص. طيب كذا خلصنا ثالث مطعم معانا واللي هو كينز. يلا نروح المطعم الاخير. يلا نروح المطعم الاخير. نجي الحين لاخر مطعم معانا في الحلقه واللي هو تندر. شوفوا يا جماعه ده الكيس تبع تندر. طب بكم سعره ده يا احمد؟ سعره ب 22 ريال. سعره يعتبر اقل واحد هو مامبو، لكن الفرق بينهم انه هنا 4 قطع، في مامبو كان 3 قطع، فيعتبر الارخص في هذه الحلقه اللي هو تندر. فخلونا نقول بسم الله ونفك اللي هو للسكر. اول حاجه جايبينها اللي هي الصوص. شوفوا يا جماعه الصوص كده عليه شويه بهارات، وده اللي هو مناديل معطره، وجايبين 3 حبات كاتشب، وهذه اللي هي زي الكاتشب لكنها بهارات، واخر حاجه معانا طبعا واللي هي اهم حاجه اللي هي قطع الدجاج. شوفوا يا جماعه ده البوكس حق تندر اللي فيه قطع الدجاج. صراحه من ناحيه الباكج يعتبر هو الى الان افضل واحد. جايب الصوص، جايب 3 حبات كاتشب، جايب بهارات، جايب مناديل معطره، توب يعني. حتى البوكس شكله جيد. خلونا نقول بسم الله ونفكه ونشوفه. ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا يا جماعة ده الطلب اللي جانا من تندر. شوفوا يا جماعة قطع الدجاجة قديش كبيرة، ما شاء الله تبارك الله. وما شاء الله كمية بطاطس كثيرة مرة، وتحت آخر حاجة كذا معنا اللي هي قطعة الخبز الصغيرة دي. خلونا نقول بسم الله ونتذوق البطاطس. بسم الله.
بطاطس لطيفة خفيفة عادية جدا. دعنا من البطاطس يا أحمد وخش لي على قطعة الدجاج دي. بسم الله. تاني مرة. يا الله ما أجملك. إشي قرمشة، إشي خفة، إشي وزنية مظبوطة محبوكة، مرة تحفة. طيب خلونا نفك الصوص، نخبطها ونتذوقها. الله الله جيد والله. خليني اخذ القطعة دي احط عليها صوص. سلام. بسم الله. شنو هذا؟ نفك اللي هي البهارات. شو يا جماعة، يمديك تضيف بهارات وتزود براحتك. دي بقى تحط دي القطعة مع حبة بطاطس وتزود شوية بهارات. ديها واحدة صوص رايق كذا وتقضي عليها. بسم الله. صراحة أنا عاجبني في تندر إنه هو محترمك. عارف تبي تاكل الدجاجة الواحدة كلها، تبغاها مع الصوص روح يا وحش، تبي تضيف عليها كذا شوية بهارات كذا تحس إنك نفسك تزود، فخذ لك يا عمي وزود. الموضوع بين يدك. عارف اللي عيش واستمتع حقيقي. فوقها انه كمان ارخص واحد من المطاعم اللي موجوده اليوم. هذا اللي من جد لا قالوا لك ختامها مسك. شيء جبار اسطوري بطل. ولكن هل هو الفايز معانا؟ هذا ما سنشاهده في التقييم. فيلا نروح للتقييم. اما الان فحان وقت التقييم. بالنسبه لي كان في المركز الاخير اللي هو مامبو، بعده في المركز الثالث كان اللي هو كينز، بعده في المركز الثاني كان اللي هو كيسبر، اما في المركز الاول ويحلق وحيدا واللي هو تندر. ايه تندر، ايش كذا ضاع اسمه فجأة. وبكذا تندر هو الفايز معنا في هذه الحلقة. وبس كذا وصلنا لختام الحلقة. اكتبوا لنا تحت في الكومنت انتم بالنسبة لكم ايش افضل ستريبس او تندرز موجودة في جدة او في السعودية. وبس كذا وصلنا لختام الحلقة. كان هذا الشخص اللي اختار مقطع عشان اختار من الاذواق لبعض السلع. ما راح تكون عجبك حاجة صدقني لايك شير قدم اشترك شير المقطع في كل مكان. كنت معكم انا احمد الهادي. الى اللقاء.